ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ورجعنا للوكيشن بتاعنا اللي متعودين عليه، وجايب لكم معايا قايمة فيها اهم الافلام اللي نزلت لغاية دلوقتي في 2026. Close and look me in the eye. هنستعرض القايمة مع بعض بسرعة كده، واول فيلم معانا هو فيلم كرايم 101 اللي من بطولة كريس هيمسورث بطل افلام اكستراكشن. والفيلم بتدور احداثه عن لص مجوهرات محترف جدا بينفذ جرائم القتل بتاعته من غير ما يسيب وراه اي دليل، ولكن حظه السيء بيوقعه في طريق محقق محترف بيفضل وراه ومش بيسيبه. والفيلم بيتحول لمطاردة قط وفار بين الاتنين، ولكن بدوافع نفسية، والتركيز بيكون على تفاصيل الجريمة اكتر بشكل حلو ومقبول، حاجة كده من ريحة افلام الجريمة الكلاسيكية بتاعت زمان. فيلم الحبكة بتاعته كويسة والسرد بتاعه كويس، المشاهد الاكشن قليله ولكن ده بيعوضه المطارده ولعبه الشطرنج بين الاتنين. اما تاني فيلم معانا هو فيلم سند هيل، فيلم اثاره نفسيه من نوعيه الصراع من اجل البقاء. بتدور احداثه عن ليندا وبرادلي اللي فجاه بيلاقوا نفسهم الناجيين الوحيدين على جزيره مهجوره نتيجة حادثة تحطم الطيارة بتاعتهم، وبيواجهوا الطبيعة وبيشوفوا هيطلعوا من اللي هما فيه ازاي. ولكن المميز في الفيلم ده ان هو مش بيركز على الصراع من اجل البقاء من الناحية البيئية بس، ولكنه بيغوص في صراعات نفسية بين الاتنين بسبب خلافات سابقة بينهم. والفيلم من اخراج سام رايمي، يعني هنشوف جرعة عالية جدا من الرعب النفسي والجنون والتوتر. وحتى في اخر الفيلم كده كان فيه تويستاية حلوة عجبتني انا شخصيا. Not forget, I'm your boss. You work for me. We're not in the office anymore, Bradley. وتالت فيلم معانا هو فيلم بروجكت هيل ماري، وبتدور احداثه عن رائد فضاء بيصحى لوحده على سفينه وبيكون مش فاكر اي حاجه، ولا فاكر هو هنا ليه ولا بيعمل ايه، ولكن فجاه بترجع له الذاكره تدريجيا وبيدرك حجم الكارثه الحقيقيه اللي هو فيها، ولازم يتصرف بسرعه وبذكاء علشان ينقذ الموقف. الفيلم الحبكه الدراميه اللي فيه عجبتني جدا، وطريقه السرد مش ممله، وخصوصا الاداء الاستثنائي لريان جوستن. I conquered zero G in 5 hours. اما رابع فيلم معانا هو فيلم ديد مانز وير. الفيلم مبني على احداث قصه حقيقيه عن مطور عقارات بيخطف موظف بنك مصرفي لمدة 3 أيام وبيحتجزه بسبب دوافع نفسية وأسباب عند الخاطف. طريقة تهديد الخاطف علشان يخلي الضحية تحت سيطرته هي اللي فيها قمة التوتر وحبس الأنفاس فعلا. والفيلم كان فيه ظهور استثنائي ومميز لألباتشينو اللي أنا شخصيا من عشاق ألباتشينو، وده اللي أضاف تقل درامي للفيلم. الفيلم الرسالة بتاعته بيقولك إن ممكن الخاطف والمعتدي في لحظة واحدة ممكن يتحول لبطل شعبي جماهيري يصعب على الناس. It's an honor, Fred. What's on your mind, brother? His loan company. People, I know the people. He's a good man. He's out of control. Don't you forget it. وخامس فيلم معانا هو فيلم بيبول وي ميت اون فاكيشن. فيلم هادي ورايق ولطيف كده، وممكن تتفرج عليه وانت بتاكل، مش هيحتاج منك مجهود ولا تركيز. بتدور احداثه حوالين اليكس اللي بيحب العزله والانطوائيه والقرايه وقعده البيت. على الناحيه التانيه بنشوف بوبي اللي بتحب السفر والاستكشاف والمغامره، وبرغم من اختلافاتهم هما الاثنين الا انهم كل سنه لازم يقضوا اسبوع الاجازه مع بعض. وبنشوف ازاي برغم اختلافاتهم بيقدروا يتعايشوا مع بعض ويكملوا صداقتهم في جو هادي ولطيف. وكده انا خلصت الجزء الاول من اهم الافلام اللي نزلت لغايه دلوقتي في 2026. اشوفكم بخير.